الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، اتفضل. ميعادنا يوم الاثنين الجاي الساعة 12 في فرع الشركة في جنيف. أشوف وشكوا بخير. مع السلامة. الطيارة جاهزة؟ ايوه يا فندم، على الميدل ايست الساعه 4. يعني قدامي 3 ساعات. كويسين. يبقى خلي مسعود يوصل مدمزال. انت اسمك ايه يا حلو؟ عاشت الاسامي. خد اسمها وعنوانها. اتفضل. اشوف وشكوا بخير. انت من اهله. وحياتها الشوارب، حياتنا من غيرك مثل السلطه بلا خيار. سلطة؟ قصدك ايه؟ قصده انا اللي عم احكي. ما بتفرق. قصده يقول ان الاسبوعين 3 اللي حضرتك بتقعدهم معانا مش كفايه. احنا نفسنا نتمتع بيك ونشوفك كل يوم وكل ساعه وكل لحظه وكل دقيقه وكل ثانيه. يا ريت كنت أقدر. ترجعوا على البيت حالا عشان تحولوا مكالمة لندن على المكتب. نفسي في حاجه قبل ما تسافر. ابوسك. الله يرحمها ستي، هيك عملت مع جدي يوم اللي سافر وما عاد رجع. ده جدك انت، انما انا هرجع. يا باي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. كمان.
شوف مين على التليفون يا مسعود افندي. حاضر يا سعيد بيه. الو، هنا فندق السعادة، اي خدمة؟ لا، لندن. لحظة واحدة وحياة والدك. اتفضل. وأنا شو دخلنا بلندن؟ حولها على المكتب زي ما قال لك احمد بيه. اتفضل. كيف راح حولها؟ قصدك ايه؟ قصدي ما بعرف. ايه، وما قلتش كده للراجل قبل ما يسافر ليه؟ يا اخي رجاله بنشتغل عنده نجي نرفض له طلب. طب الحق قول لهم اي حاجة قبل المكالمة ما تخلص. شو بدي اقول له؟ قول لهم سافر سافر. سافر بسيطة. يا رب. شو بقول له؟ سافر. مين؟ احمد بيه. ماله؟ سافر. لوين؟ لندن. رب. هيدي كيف تنقال بالانجليزي؟ يا جدع اتصرف، قول اي حاجة ما توديناش في داهية. يا رب ليه؟ ليه كده؟ ايه معقول الكلام ده؟ ايه الغباوة دي؟ يا اخي ما تنعرفي صحتك بالدنيا ولا. وبعدين معاك. ها. بسم الله الشافي المعين. هلو لندن. I am مستر سعيد. انت اي مسطرة من المساطر بتكون؟ Yes. Oh, I see. Oh, I see. Oh, I see. ايه في ايه؟ بيقول انه خالتك بتسلم عليك. خالتي؟ وايه اللي يودي خالتي لندن يا مجنون انت؟ يا خيي هات عم يقول شو ذنبي انا؟ Yes. Oh, I see. Oh, I see. ايه في ايه؟ مبروك يا مسعود. على ايه؟ عقبال عندك. لندن اجاه صبي وسموه مسعود على اسمك. يا جدع بلاش هلوسه وقول لهم الراجل سافر. يا خيي انا ماني ممتنع بس ما بعرف كيف تنحكى بالانجليزي. كده امسك اتكلم. I see. Oh, I see. شو انت ولا خلفوت رجال ما بتستحي قليل الادب تفوق عليك. ايه اللي حصل؟ هالزلم الازهر عمال يسبني. وش عرفك انه بيشتمك؟ عم بيقول لي هوز سبيكينج. الي اني بينقال هوز سبيكينج. اوه، ودي كلمه وحشه؟ خطيره. يبقى كويس اللي شتمته. كله الا الكرامه يا مسعود. هيدا راسبيننا بالدنيا. ما تتعب حالك. تعتذر ما بتعتذر ما راح بحكي معك. عجبتك قوي. على العموم زمان احمد بيه شخصيا وصل لندن. تعلن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية إن رحلتها المتجهة إلى لندن وباريس قد تقرر تأجيلها لسوء الأحوال الجوية. شكرا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، اللوكاندا نورت اهو كده الهم. ولا يهمك، من هلا المسا حتكون اللوكاندا كومبليت. مع السلامه. الله يعود عليك. طلباتك يا هاني. بقدر لاقي عندكم أوضة بحمام؟ اوه 3 حمامات لو عايزه. بنفلتين. حضرتك هتقعدي قد ايه؟ بالقليل شي شهر. شهر بكل سرور. بس احنا لنا شويه طلبات بسيطه. مثل شو يعني؟ الدفع يكون مقدم. حاضر. ما يكونش معاكي شهاده فقر حال. لا ما معي. شهاده بحسن السير والسلوك. معي معلوم. شهاده تطعيم ضد الكوليرا وامراض الصيف. امتعني أنا. طيب لحظه واحده على مدي خبر لسياده المدير. روح. فرحان ومزعطط ليه؟ اول زبونه وصلت فيها المواصفات المطلوبة كامله مما جميعه. على خيرة الله. اندهله. الزبونه يا فندم. مسيك بالخير.
تسمحي لي احكي مع الموظف تبعي؟ تفضل. قل لي بصراحة، انت ما إلك نظر تشوف فيه؟ إلي ما إلك منخار تشم فيه؟ إلي ما إلك حواس تحس فيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ ولا تجاوبني؟ إلي ما إلك. إلي ما إلك. إلي طيب عيد نظر. إيه مالها؟ كيف بتوافق انه هالحرمة الاثرية اللي بيرجع تاريخها للقرن الثامن عشر تنزل معي بالاوتيل تبعي؟ هتدفع شهر مقدم. ولكن ما هتحرك لا قلبي ولا عواطفي. شو العمل؟ أنا ماليش دعوة، تصرف معاها أنت بقى. تصرف. يا رب. تعا يا حبيب قلبي تعا. مدام، انت اكيد من سلالة هولاكو. هولاكو؟ هولاكو العظيم ملك التتر. الله اكبر. مسعود، أفندم. الله يخرب بيتك. لا بس بلا زعرني. لا لا لا. شويربك مثل شويربي، عضلاتك قوية مثل عضلاته. هو حضرتك تعرفي هولاكو؟ معلوم انا من سلالته. سلالته؟ شفت يا منحة وسط العظم ولا هولاكو؟ ما بتفرق. احنا متأسفين يا ست هانم، اللوكاندا مليانة وما كنتش أعرف. لا تتعب حالك، انا رح نام مع هالفارس الهمام. تعا. حضرتك واقف هيك وطيرت هالهولاكو تعتدي على عفافي وتغاظني؟ أنا هتصرف. اتفضل اتصرف. إيه مالك مسروع كده ليه؟ ما هي زي الفل. مثل الفل. اتفضل عيش بهالنعمة. لا لا لا، اعقلي تعالي معايا وانا هريحك. تعالي. صحيح؟ طبعا. خذ بس بحياة الله اوعى تنسى. عيب يا مدام، ده كلام راجل لراجل. عفاك. مع السلامة. بسلم. اللي كيف قدرت زحلقتها؟ دبرت لها ميعاد معاك على رواقه عشان تاخد حريتك. أنا وهي شو ناوي تموتني؟ يا سيدي ده كلام. ما دام كلام بكلام تبقى تقابلني بالمنام. ايه؟ 50-50. اوكي. مفيش داعي استنى اكتر من كده. انا هروح وادي نمرة تليفوني. تفضل، واول ما يتحدد ميعاد الطائرة حنتصل بحضرتك. متشكر. الاسم هنا من فضلك. ايه الجنسية؟ المهنة؟ سبحان الذي خلق. صباح الخير، حضرته المدير؟ لا يا فندم، ده صاحب الاوتيل. احمل شنط الست والحقنا يا رشبشن. حاضر يا فندم، اتفضل. هي دي اوضتي؟ لا، هذا غرفتي. ولك شهاد جسم، ولك تسلمي لي، ولك شهاد جسم مثل السمك بلا حسد، ولك تقبريني تقبر عظامي، ولك تقبشيني ابد. وشمبانيا كمان؟ ايه، هيدي من تقاليد الاوتيل تبعي، خصوصا للزباين الحلوين مثل حضرتي. يا رب حطينا القوة. شو هالنعمة هي؟ الو، هنا فندق السعادة. المطار؟ اي خدمة يا مطار؟
لا احمد بيه، كل سنه وانت طيب. سافر النهارده خلاص. ايه 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 يا سعيد، الحق يا سعيد، يا سعيد، يا سعيد، يا سعيد. هتقطع بسيف الزعتنة على ما بقيشين ولاد. احمد بيه اصبر، ما سافرش وراجع حالا. يا جدع انت اتحرك وشيل البلاوي اللي هتودينا في داهيه دي. واقف كده ليه؟ ما تتحرك، روح البس غير هدومك. الزبونة اللي فوق، اليافطة اللي برا. مع السلامة يا بيه. اهلا اهلا. ايه اللي موقفك؟ منتظر سعادتك. لازم المطار يتكلم. ايوه، وقال ان الطياره هتطير بكره الساعه 8. وايه اللي ملبسك كده؟ الدنيا حر. حر؟ ايوه. اعملي فنجان قهوه وطلعوا لي على فوق. طال القمر. شو عملت معاه؟ بعدين اقول لك. احمد بيه وصل ولا لسه؟ ليك اخدت عنوانه؟ بقول لك هو وصل ولا لسه؟ وحياة الله صعبان علي. شو صبية بتاخد العاه؟ يا حرام، وقعت بحبها من اول نظرة. معها حق معذورة. جاوبني، بقول لك هو وصل ولا لسه؟ بتقول ايه؟ عم قول كيف بدي جاوبك وانت مسكر تمني؟ انت عايز تجنني؟ بدك بدون ما تتجنن. وصل وطلب فنجان قهوة. الحمد لله. هالمرة مش رح نفتح اوتيل الا ما حضرته يصير بقلب السماء. تعلن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية عن قيام رحلتها رقم 750 المتجهة إلى لندن. شكرا. الحمد لله، اهو كده الواحد اطمن. بس خايف ما تهب عسى وترجع الطيارة على بيروت. الو، عمليات المطار. من فضلك الطيارة اللي طارت هلا على لندن ماشيه كويس؟ ما فيهاش محرك عطلان؟ اخدي بنزين بفيه. اطمن لي وحياتك على الطقس، مفيش عواصف، مفيش كوارث، يعني مش مفيش زلازل. يعني مش رح ترجع يا اخي. انا اللي عم احكي. انا لما بحكي. لا انا اللي عم احكي. لا انا لما بحكي. تفضل احكي. احكي انت. لا احكي انت. لا احكي انت. لا انت احكي. وريني احكي. لا انا ولا انت بدي احكي. شو رايك بقى؟ ايه؟ من فضلك قول يلا الفرقة هتسكن فين؟ من فضلك قول الفرقة هتسكن فين؟ يا بنات الله بس تكون فين؟ يا اسطى هي فين اللوكاندا اللي كلمتنا عليها من الصبح؟ كلها فشخ يا بيه. بقالك ساعة تفرك وتفرك لسه ما وصلناش. ما بدك اوتيل رخيص؟ بدي. ما بدك اوتيل ترتاح فيه انت والفرقة تبعك؟ يا سيدي بدي. ما بدك اوتيل يكونوا اصحاب وناس طيبين؟ يا اخي بدي. كلها فشخة كعب وتوصل. كمان هتفرك ساعة؟ يا ويلي.
تبع الاوتيل بنات عائلات، ما بدي اتصبح فيك. حاضر. صباح الخير يا سيد مسعود. يا صباح النور يا اسطى محمود. انا شايف لك زبونات ممتازين. وانا كمان تحت امرك. هو حضرتك مدير اللوكاندا؟ لا، المدير في مكتبه. اتفضل سعادتك عشان تقابل وانت محتاج. مين اللي دخل علي؟ انا مسعود يا فندم. شوفي يا مسعود، زباين يا فندم. محترمين يا مسعود. محترمين يا فندم. excuse me. اهلا وسهلا، اي خدمة؟ احنا يا حضرة عايزين ننزل عندكم وطمعانين في كرم اخلاقكم. احنا؟ شو بتقصد باحنا؟ انا والفرقة. فرقة شو؟ فرقة الفن والسلام. احنا يا حضرة بندعو للسلام من خلال الرقص التعبير. لو كان الرقص بجيب السلام كانوا كل الناس بيرقصوا هيك. لا 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 لا. اعضاء الفرقة من جنسيات مختلفة، يعني بيمثلوا كل شعوب العالم رمزا للصداقة والمحبة شو؟ بدك تسكل شعوب العالم كلها بالاوتيل تبعي؟ مسعود شوف لن اوتيل تاني. خلاص يا فندم. وجع راس. امرك. تفضل. لا يا حضرة، احنا ناس هاديين ومش هتسمع لنا صوت خالص. هيدا فرقة السلام؟ دول جزء منها، وبقى الفرقة هيوصل بعد 3-4 ايام. لسه في باقي؟ لا يا خي لا، هيدا صندوق محترم. حصل ايه يا سعادة البيت؟ يا حبيبي انا ما عندي غرف فاضية، الله يرضى عليك. مش مهم، ننام في الصالة واكيد هتكون ارخص. قلت لك متأسف، ما عندي غرف، ما عندي. وده عارف المال. ما عندي. شوية جنتي منك. ما عندي. حرام عليك تكسر بخاطرنا بالشكل ده. ما عندي. ده انت قلبك قاسي قوي. اسمك ايه؟ سعيد. وانا اسمي نجوى. ما عندك؟ عندي. حلاوتك. ولك يا شبشن، اعطي الغرف لاعضاء الفرقة وجهز جناح الملكة اليزابيث بس للآنسة نجوى. جناح الملكة اليزابيث. اتفضلوا. الو، اهلين استاذ عبد الصبور، الحمد لله على السلامه. امتى وصلتوا؟ نازلين وين؟ فندق السعاده. فين ده؟ عرفت، حالا حكون عنكم. ناوي برضو تعطيهم المسرح يشتغلوا عليه؟ طبعا مش مشان سواد عيون عبد الصبور افندي، لازم مشان حمار طربوشه. لا، ساعات الانسان بيضحي بالكتير حتى يكسب القليل، وبيكون بالقليل في قيمة اكتر. ما فهمتش. لو كنت انت محلي وكانت بالفرقة بنت حلوة مثل منى كنت فهمت عالطاير. منى. ايوه استاذ عبد الصبور. اكرام زمانه جاي. الراجل ده كده ما برتاحلوش لله في لله. لا في عرضك، انا عارفك صريحه ولسانك طويل، يقول لك كلمه كده ولا كده تروحي طالعه فيه زي الصاروخ، يقوم هو كمان مزرجن ولا يديناش المسرح. ما تخافش، هحاول اسايسه لحد ما نخلص شغلنا. عائلتنا بتعتبر من اغنى عائلات لبنان. الفلوس عنا مثل نهر النيل انتم، ما إلها لا اول ولا اخير. ومن اهم صفاتي يا آنسة نجوى الاخلاص والشجاعة والصدق، وخصوصا الصدق. انا بيركبني عفريت الارض لما بلاقي قدامي واحد بيبزي. انا رجال دغري. يا سلام يا سعيد بيه، اهي دي الاخلاق ولا بلاش؟ يا ريت كل الناس زيك. هو بيكح كتير كده ليه؟ يا اخي انت بتضحك ليه؟ عشان تبطل فشل. ما حبطي ارتحال؟ لا. طيب ريحنا منك اذا بتريد. مع الاخلاص وشجاعة وصدق. شو كنا عم نقول؟
على انك ما بتحبش الكذب. ايوه، ما بحب الكذب ولا الغش ولا العيشه اللي انا عايشها. ليه؟ الخير ان شاء الله. شاب مثل حكايتي كل صبيه بتحلم فيه، غنى وقصر وجاه وطول وعرض، والله بيليني بهالسترتير الغبي. وليه حولت قصرك لاوتيل؟ الملل شاب اعزب مثل حكايتي، اعزب بشو بده يتسلى. انتبهي لي لكلمه اعزب، الله يرضى عليك. عن اذنك صاحبنا رجعت لنا تريسة. شو قصتك نزل لتحت لاقيها لتحت. انا اصلا ما بحبش الفشر ابدا يا حبيبي كل واحد حر، انا بكذب على تيفه. كيفك؟ وانا كمان كيف ان الجماعه دول يمشوا من هنا؟ مستحيل. انا شريكك بالنص وانا حر انا كمان. يا خشيم يا قليل النظر، كيف بدك تقول للجماعه يمشوا وتترك هالبنت الحلوه اللي ما رفعت نظر عنك من وقت ما شافتها؟ بنت حلوه بتبص لي انا؟ يا حرام، انت بتطل من هون وهي بتتنهد من هون. هيا كازانوفا يا قاتل النساء. هي مين فيهم؟ روح شوف مين بالاول ومين ما يكون قل له ما في محل. خلينا لوحدنا ناخد راحتنا. اسف يا فندم، الفندق مليان على الاخر. نعم؟ الفندق مليان على الاخر. انداري الاستاذ عبد الصبور بسرعه. اهلا اكرام بيه، اهلا وسهلا. اهلا استاذ عبد الصبور. الحمد لله على السلامه. شو طيب؟ شايف محصوره. لك منى وين؟ جايه حالا. اها اتفضل يا قرقوره. يا عصفوره يا شطوره يا بندوره. بدك تقبروني ما احلاكم يا احلى عصافير بالجنه. يا هلا، عم قول بيروت ليش منوره بهالشكل؟ ده بس من لطفك. هيدا مش لطف، هيدي حقيقه. كنت بقول عليك شيك في لبسك، اتضح انك شيك في الفاظك كمان. لك الله يخليكي للفن ويخليكي لإلي. اخبار المسرح ايه؟ الفرقه اللي عندي بقي لها 10 ايام حسب العقد. يعني ممكن نبتدي من بكره؟ بصراحه لا، مع كل الاسف، لانه الفرقه اللي عندي هي اللي عم تعمل بروفات بالايام الصبح. انا امال هنعمل بروفاتنا فين؟ ولو في كل مكان بقلبي اذا بدك، ولا بقول لك احسن شيء بالاوتيل. مشي معي حتى ادلك على المكان المناسب. قبل ما توصلوا كنت عم بحسب الايام والليالي. كنت عم بسال نفسي يا ترى يا اكرام حتشوف منى من جديد؟ حتلمس ايدها الحلوه من جديد؟ حتلمس شعرها الجميل؟ منى يا ترى اشتقتي لي مثل ما انا اشتقت لي؟ يا حياة قلبي. وهنا أعلن سيادته أن حالة الجو غير مطمئنة، والجو بارد جدا جدا، وينذر بزوابع. ايه رأي سيادتك؟ نعم؟ بقول ايه رأي سيادتك؟ بشو؟ حالة الطقس. اولا ما كنت سامعك، ثانيا ما كنت منتبه لك. تحب احكي لك الحكاية من الاول عشان تقول لنا رأيك فيها؟ ممكن تخليها لوقت تاني؟ على كيفك، على العموم احنا يهمنا راحة عملائنا. وهنا أعلن سيادته بتحب نتمشى؟ أن حالة الأمن مطمئنة جدا. شو قلت؟ نتمشى. خاطرك يا جو. خاطرك. كنت دايما بحلم انه التقي انا وياكي بجنينك حلوه بهالشكل، ايدينا بايدين بعض بهالشكل، قريبين من بعض بهالشكل. فليش ما بنضل مع بعض بهالشكل؟ صباح الخير يا بيه. يا الله، وين جيتي؟ من فوق، اصل فوق في هوا والهوا جميل جدا. تحب تجرب؟
عن اذنك. شو رايك بالحب؟ خصوصا لما يكون الحبيب شاب لذيذ مثلي انا. هلا منى، هلا منى، هاي منى، ليش قاعدين لوحدكم؟ يا بتجمعنا يا بنقعد معكم. خليك مرتاح، انا حروح. 60 شو؟ سلامة. بدري كده. معلش حروح على المسرح. يا ترى شو رأيك بالحب؟ خصوصا إذا كان الحبيب شخص مثلي الشويرة بيربط عنطر. اهلا اهلا احمد بيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مش لسه مسافر امبارح؟ كان المفروض اتاخر اكتر من كده بس الشغل خلص. اهلا وسهلا، مع السلامه. يا أخي إشتك مثل الزنبران. ريح أعصابك ونام. مش هريح اعصابي ولا انام الا لما تقول لي مين اللي معجبه بيا. يا أخي يا مسعود لازم تعرفها لوحدك يا مسعود، ولو يا مسعود. يعني اجيب منجم ولا اقلب الفنجان ولا اعمل ايه بس فهمني. يا أخي أنت كل ما تشوف وحدة يراقب دقات قلبك، وإذا دق قلبك معها زيادة هبل ببل ببل هبل بطول هي. ان كان عليا انا بحبهم كلهم. ولا شو بتقصد هن كلهم؟ ودي زعلتك في ايه؟ لا كيف شو زعلتنا؟ ما بتعرف إنه نجوى حبيبتي؟ انا مالي ومال نجوى، انا بتكلم على الباقيين. إذا كان هيك انفجر مثل ما بدك يدق قلبي. سكت ليه؟ انزل عليك انت ما تخافش. ايه مالك؟ تعبت؟ تعالى مطرح وانا اضربك. ممكن اعرف انا بايه؟ احمد بيه. وده هيبقى فين؟ ده قصب سعادتك. ودول بيعملوا ايه؟ دول بياخدوا تعسيله يا فندم. تعسيره؟ اتفضلوا بره بره، وانت تيجي معايا. فوق يا حبيبي، مالك يا سعيد بيه؟ مالك؟
مالك يا حبيبي؟ ايه اللي سمعناه ده يا حضرة؟ هيدا نتيجة عمل الخير، نتيجة اللي بتقول له قلب طيب وكبير. انا مش فاهمه حاجه ابدا. ولا انا. تسمح تقول لنا مين صاحب القصر ده؟ أنا طبعا. وهو كان يا مكان في قديم الزمان، بس هلا شو بقدر أقول؟ اللهم اشفيه ورجع له عقله لمكانه. انت عاوز تقول ايه بالظبط؟ لا بترجعته، لا ما ردي. أنا ما بحب أحكي عن عمل الخير. بس ده اهانك. هذه نتيجة السواد. ما انا لازم اعرف الحكايه بالظبط، ولا عايزني ازعل منك؟ مصرة طبعا. سامحني يا رب، لا تأخذني، لأني حأكشف السر يلي دريته من سنين، لأني ما بقدر أرفض طلب لنجوى. هيدا الشاب كان زمان صاحب القصر، لكن الحال اتدهور فيه وافتقر، فبيع القصر لوالدي الله يرحمه. وبعدين حصلت له صدمة عصبية ونتج عنها حالة جنون مركب، وصار يعتقد انه هالقصر إله واني شغال عنده. لا حول ولا قوة الا بالله. الدكتور تبعه كلمني وترجيني وقال لي يا سعيد بيك يا ابن الأكابر، انت شاب وهالمسكين شاب، وكل شاب بيقدر الشاب اللي مثله شاب. قلت له ولو يا دكتور تحت امرك امور. قال لي سيره على قد ما بتقدر لبينما كمل علاجه ويرجع لحالته الطبيعية. ومن يومها لهلا واني بصيره، والله قدرني وحافظت على هالوعد. لكن هو عايش منين دلوقتي؟ بيصرف ازاي؟ بساعده بقرشين كل شهر. والله اللي يشوفه هو بيتأمر علينا وبيطردنا من القصر يفتكر صحيح ان هو صاحب القصر وانك انت اللي بتشتغل عنده. بتصدق بالله ما قلتن يمين علي، في بعض الاحيان بطلع له الاكل لغرفته وبلبسه هدومه. انت انسان عظيم صحيح، والله انا ما شفت اخلاق زي اخلاقك. اخواني لا داعي للهتاف، دعونا نعمل الخير في صمت مهيب. لوكاندا، من امتى عاملين بيت لوكاندا؟ مش من زمان قوي يا سعاده البيه. يعني امتى؟ يا دوبك 7 8 سنين. ممكن اكلم سيادتك كلمتين؟ اتفضلي. نعم. انت شاب ذوق ومحترم وعاقل انت عايزه تقول ايه بالظبط؟ عايزاك تقدر ان احنا اغراب عن البلد، وان احنا بقينا في نص الليل، وتعتبرنا يا سيدي ضيوف عندك لغايه الصبح. اغراب على عيني وراسي، لكن انا مش فاتحها جمعيه خيريه. شوفوا لكم حد تاني يكون غاوي تلاقيه. يظهر ان الذوق ما ينفعش مع امثالك. ما شاء الله، احسن تقولي لي اروح ابات بره. اتفضلي. خلاص اخد البنات ونروح نبات في الشارع. استني عندك، هسمح لكم تباتوا الليله بس على شرط 8 الصبح ما الاقيش حد منكم هنا. طمنيني حصل ايه؟ فعلا العقل زينه. شغل جنانه عليكي. ده مش مجنون وبس، ده وقح وعصبي وقليل الذوق كمان. كتر خيره سعيد بيه اللي مستحمله على رسالته. هيتقتل له لوجه الله. حضرته تنازل وتكرم وسمح اننا نبات هنا لغايه بكره الصبح. طب وبكره الظهر هنعمل ايه؟ يلا يا بنات، الصباح رباح. طب دلوقتي هدومنا فوق عند المجنون بتاعك، تسمح تروح تجيبهم؟ لا انا اعصابي تعبانه، خوفي ما اطلع لعنده يسمعني كلمه هيك او هيك ومطخ رصاصتين واخلص منه. يا خبر اسود، ترتكب جريمه؟ طيب شو بدي اعمل؟ قولي لي. خليك انت، كفايه الهم اللي على قلبك، انا طالعاله. واني حبطلب الاسعاف.
أنسة 8 الصبح. صباح الخير يا أعظم بيت بالدنيا. ما شاء الله ما شاء الله، يخزى العين يخزى العين. شو القصر صار حلو لما رجع أحمد بيك. شايف وشاعر بالسعادة اللي نحن فيه بعد ما شفناه. شاعر ومتصور يا مسعود. ومتصور يا مسعود انكم اندال ومجرمين. وحياة الله لو ما سمعتنا هالكلمتين الحلوين كنا انتحرنا. اعتبروني ما قلتهمش، وتفضلوا انتحروا خلصوني منكم. هلا ما بيجوز الانتحار. ضاعت الفرصة خلاص يا سعادة البيه. فرصة تانية ان شاء الله. ان شاء الله. اقدر اعرف ليه عملتوا بيتي لوكاندا؟ تفضل يا جاوي. جاوب انت. ما بيصير، هو بيفهم منا في الافطار. انت اقدم مني في الشغل والمقامات محفوظة. طبعا مش ناويين تجاوبوا. هتقولوا ايه؟ انكم لصوص وبتخونوني في غيابي؟ لا بترجيت كل شيء الا الحرامي. ما هيك يا مسعود؟ هيك سعيد. ومع هيدا قلت له حنعترف لك بالحياة. ايوه اهو انا بقى عايز الحقيقة. حضرتك بتعرف انه نحن طول عمرنا عايشين من خير المرحوم والدته خيره. قعدنا نفكر. يا اخي انا عم احكي. ما بتفرق. قعدنا نفكر. يا اخي انا عم احكي. ما بتفرق. قعدنا نفكر ازاي نرد لك الجميل، ازاي نرد لك الجميل. ايه دخل الكلام ده في الموضوع؟ ما انا جاي لسعادتك اهو. فكرنا اننا نشتري لك هديه نقدمها في عيد ميلادك السعيد. سالنا حالنا شو بنشتري لك؟ سياره؟ لقينا عندك 100 سياره. سالنا حالنا من جديد شو بنشتري لك؟ يخت؟ لقينا عندك بدل اليخت 2. فكرنا نشتري لك طياره. لقينا عندك طياره. قلنا بنشتري لك دبابه. دبابة؟ ما انت عارف قد ايه بنحب سعادتك. ايه دخل الدبابات والطيارات في تأجير القصر؟ اصل الدبابة تمنها غالي قوي واحنا مفلسين. سألنا حالنا منين بنجيب مصاري. قمت عملتوا البيت لوكاندا 11 شهر في السنة ونزلتوا فيها كل من هب ودب. ايه ده؟ من دب. مسعود فندم، انزل انده للبت الغلبويه دي. انا وفيهم يا فندم. اللي بتتنطط قدامها. منى. حاضر. صباح الخير يا مسعود. الله 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 الله، اهو كده خلي الواحد يرسله على بر. الله الله. مالك يا مسعود؟ مبسوط شويه. انا كمان مبسوطه. لكن انا عارف انا مبسوط ليه، لكن انت. انا كل ما بشوفك ببقى مبسوطه. الله الله يا نور النبي. لا مؤاخذه، انا نسيت. نسيت ايه؟ احمد بيه عايزك. طب ما يجي هو هنا. معلش يا ستي، هوديه على قد عقله، اهو كله بثوابه. يلا. ايه ده؟ رشبشب. رشبشب؟ طبعا مسعود. ما شاء الله ما شاء الله. افندم عايز ايه؟ الساعة 9:30. انت ناديه لي عشان تقول لي الساعه 9:30؟ يا نسا هي اسمها ايه؟ يا مدمزيل منى، ارجوك تحترمي اتفاق امبارح. انا قلت تمشوا الساعة 8، يعني تمشوا الساعة 8. بقى اسمع بقى، انا هودتك امبارح عشان ما اعملهاش خناقه، انما ودين النبي. يا نسا منى، انا مصمم انكم تمشوا فورا. في المشمش. اتفضلي لم فرقتك وعلى بره.
تسمح لي بكلمة؟ نعم. ممكن أشرح لك ظروف الفرقة؟ اتفضل. إحنا بنات ما عندناش رأس مال غير فننا. جينا هنا عشان نقدم استعراضنا، لقينا المسرح مشغول. ترضى إن أمل الشباب ينطفي وحلمهم يتبخر عشان ما عندهمش فلوس ينزلوا في الكندا؟ أنا آسفة على إزعاجنا لك، وكتر خيرك إنك قبلتنا في قصرك. أي واحد غيرك كان هيتصرف زي ما أنت اتصرفت بالظبط. انت اسمك ايه؟ نجوى. ادبك اثر فيا يا انسه نجوى، وعشان خاطرك انت بس هنسى اللي حصل من الانسه منى، وهسمح لكم كمان 3 ايام. ميرسي قوي. 3 ايام. ايش بتوقف مثل عمود التليفون؟ لقيتها. من هي؟ حبيبه قلبي. من هي؟ منى. والله انا قلت انه حيجي يوم تعرفها لوحدها. 1 2 3 1. مش بيقولوا عندهم عصفورية المجانين ما ياخدوه فيها ويريحونا؟ حرام عليك يا منى. يعني مش شايفة اللي بيعملوا فينا؟ أنا اللي مش قادرة أفهمه إزاي سعيد بيه مستحمل إهاناته دي كلها. أكيد في سر. حاجة تحير فعلا، بس هيكون ايه السر اللي بينهم؟ بس بلاش الكلام ده، يلا نكمل التمرين. يلا. انت متأكد من هالكلام؟ بقول لك سمعتهم بوداني. بسيطة. بقول لك بيشكوا في سعادتك تقول لي بسيطة؟ معلش انا رح بتصرف. هتعمل ايه؟ لحظة، ما شايفنا عم فتيني. فتي؟ اتفضل معانا. صحتين وعافية. أنسة منى، بترجاك تشوفي مين على الخط. الو. الو، منزل سعيد بيه. البيه موجود؟ قولي له دكتور امبور اوف امريكا. في دكتور بيقول اسمه امبور اوف امريكان. لا حول الله، يا الطاف الله، دكتور عمبور الطف بعبيدك يا رب. الله، دكتور ايه ده يا سعيد بيه؟ دكتور التعيس احمد. لازم في حاجة مهمة عايز يقولك عليها. بترجاك يا انسة منى، انت والعانسة نجوى تروح على الخط التاني وتسمعوا لحتى تعرفوا انه معي حق اعمل ثورة. حاضر. الو دكتور عمبور، دخيلك يا امبور افندي، بترجاك تقول لي شو في؟ احمد كان عندي في العيادة، وبعد الفحص والتمحيص عرفت ان مرضه وصل لمرحلة الانتفريز، وان نفسيته بقت انتفوريا خالص. لا يا امبور، لا يا امبور. وفي الحالة دي في خطورة على جهاز العصب السمباتيكي ليصطدم مع الكربراتير، وبيحصل تقطيع في الشكمان، وانت عارف طبعا الشكمان ده يبقى فين. عشان كده انا بترجاك انت والشاب اللطيف ده اللي اسمه مسعود، انكم تواصلوا معاملته الطيبة على ما ربنا ياخد بيده. الله يخلي لي اياك يا حكيم، عفيني من هالمهمة، الله يرضى عليك. لا سعيد بيه، انت راجل عظيم واصلك معروف، ولازم تراعي الصداقة القديمة اللي بينك وبين احمد المسكين. أنا بعطيه مليون ليرة، مستعد أرتب للعصر باسمه، ما بقى فيا أتحمل، الله يخلي لي إياه. ما تترجاني، لا ما بدي ما تترجاني. على كل حال إذا كان أعصابك تعبانة شوية ممكن تعتمد اعتماد كبير على الأستاذ مسعود وأنت مطمن. أنا شخصيا من يوم ما شفت الشاب ده اللي اسمه مسعود وأنا بتنبأ له بمستقبل عظيم، ويا بخت اللي هتحبه وتتجوزه. حاضر يا أمبور، صرنا خدامينه، شو بدنا نعمل أكتر من هيك؟ إيه لا شي ما بقى ينحمل بالمرة، تخنت العملية. أنا سعيد بيه ابن العائلة الكريمة اشتغل خدام. منيح اللي أنت بتعرف الحياة، نعم منيح اللي أنت بتعرف الحياة. صحيح أنا عم أعمل خير بس مش لهالدرجة الشيء له حدود. لا يا أمبور، لا يا أمبور، لا يا أمبور. طيب تحت أمرك يا أمبور. حاضر يا أمبور، أمرك يا أمبور، مع السلامة يا أمبور.
شرف اللزقه. ايه رايكم نعزم احمد يتغدى معانا؟ وانا من رايي منى هي اللي تعزمه. اشمعنى بقى؟ عشان تصلحي غلطه الصبح. ده انسان صعب ومش هيرضى. منى الدكتور وصى ان احنا نعمله كويس. معلش عشان خاطري وحياتي. هيدا القلوب الرقيقه. معلش يا منى. ولا تسلم لي القلوب ولا تلاوي. معلش عشان خاطري. حاضر. شو العمل؟ يلا يا قطه. هم السلام عليكم. اي خدمه؟ ممكن تيجي تتغدى معانا؟ بتعزميني في بيتي؟ يعني انا مستريح كده. طب ايه رأيك لو نجيب الاكل ونيجي نتغدى معاك هنا؟ هنا في المكتب؟ طبعا. فكرة مش كده؟ انتوا جنسكوا ايه؟ ما تعرفوش اي حاجه اسمها نظام اتيكيت ذوق؟ الله الله الله، ولزومها ايه النرفزه دي بس؟ ما تخليك رايق وعاقل زي ما كنت. ما هو تصرفاتكم تجنن اي عاقل في البلد. من فضلك ما تزعليش بالشكل ده. ده بيتي وانا حر فيه. بيتك كل كلمه والتانيه بيتك. طب ايه رايك بقى انه مش بيتك؟ قصدك ايه؟ قصدي ان البيت في الاخر عند ربنا، لكن في الدنيا اللي عنده زي اللي ما عندوش، ويمكن اللي ما عندوش يكون مرتاح اكتر. قلت ايه؟ هودني بقى ربنا يهديك. عايزه تقولي ايه دي؟ يا اخي بهزي ما تاخدش على كلامي، حقك عليا. اهزي زي ما انت عايزه، بس يكون في علمك مش هتستنوا في بيتي ثانيه واحده بعد ال3 ايام، مفهوم؟ وحياتي. هو هيشرف على الغدا؟ كنت عارفه انه مش هيرضى. عمره ما يرضى. طلع انت. سعيد طلع لي الاكل فوق. بأمرك يا بيه. حاضر يا بيه. ما تخليك انت سعاده البيه وانا اودي له الاكل. ما بيصير، طالما اننا نوينا على الخير لازم نضل للاخر. لو عنده شويه ذوق كان طلب الاكل بابتسامه. انا هدفع نص عمري للي يخليه يضحك. اسالوني انا، ده عمره ما بيضحك. يمكن الليله يضحك عشان الليله عيد ميلاده. ايه كل سنه هو طيب. لازم نحتفل بعيد ميلاده بدل ما تضيعوا وقتكم على الفاضي. فكروا في المسرح احسن، ده عمل انساني. موافقين؟ انا مش موافقه. مساء الخير يا فندم. نعم. في واحد عايز سعادتك في مساله مهمه جدا. والواحد ده اسمه ايه؟ ما رضاش يقول على اسمه. طيب استرها يا رب. كل سنه وانت طيب يا استاذ احمد. وانت بالصحه. عملنا حفله صغيره على قد حالنا ونفسنا تحضرها معانا. ايوه بس انا حطينا شمعة واحدة عشان ما كناش نعرف عمرك قد ايه. كفايه شمعه واحده. المهم العاطفه النبيله. تسمح نولعها عشان تنزل تطفيها؟ اتفضلي. النهارده عيدك. ايوه تتهنى بعيدك. ايوه والكل يغنولك ويضوي يباركولك وعينهم يقولولك قول Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
أيوة والكل يغنولك ويدعوا يباركولك، والكل يغنولك ويدعوا يباركولك، وعيونهم يقولولك قول لا قول لا. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. أيوة 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 Oh la la, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. لو الله وهبني عيون مثل عيوني كنت حكمت العالم. ازاي؟ كان بكفي اطلع بالواحد هيك او هيك، لكن صار مثل الخاتم بين ايدي. للدرجة دي؟ ولو الله وهبني مثل القلب يلي عندك لكنت اسعد انسان بالعالم. كفاية بقى لحسن بعدين ابقى مغرورة. والله عم احكي عن جد. بكفي كيف تصرفتي مثل الملاك الحنون مع هيدا مجنون القصر احمد. الانسان لا يشكر على واجب. برافو عليك، تستاهلي بوسي. اللي عجبني فيكي انه انت مثلي ما بتحب الكسل. الله يرحمها ستي كانت تقلي طول صروق انهاب اعطي الشتات بلا رصيد، سندات ما بتندسي بس اوعى تبكي، الكذب عيب. لكن ساعات الكذب بيكون ضروري. بس لما بيكون ابيض. لا، لما الراجل يكذب على مراته. برافو عليك، تستاهلي بوسي. هات شفيتيري. الله قدامك فارس همام الجميل المحيح، وبعد 3 ساعات يمكن 3 دقايق 3 ثواني حتسمعي منه خبر مفرح. الخبر المفرح صحيح، يوم ما البس طرحة الفرح. برافو عليك، تستاهل عليها بوسي. عطيني شفيتيرة هاتي. يا بخته. انت غريب عن الحب زي ما انت غريبة عني. جربت الحب وفشلت؟ ما جربتش من الاساس عشان عارف ان نهايته الفشل، وما عنديش استعداد اعيش لحظات الفشل. انا اللي متعود انجح في الحياة. لازم تجرب مرة. اللي زي مش لازم يحب. ليه؟ عشان ما ينصدمش في النهاية لما يكتشف انها حبته عشان فلوسه. فلوسه؟ صحيح، لكن في اغنياء كتير زيك حبوا واتجوزوا وعاشوا سعد. كده جواز الاغنياء مش جواز قلب على قلب، جواز ثروة على ثروة. طب حب واتجوز واحدة فقيرة. هدور على واحدة. اتفضل. انت
انسان رقيق. وانت احلى واحده بالدنيا. هل دي بقى تسهل عليها بوسه؟ يا مضروب. دمك خفيف. ادي مليونير زيك ويمكن اغنى منك. شايف بسيط ازاي؟ مليونير؟ سعيد بيه صاحب القصر ده. صحيح. لكن يظهر انه لقى الفقيره اللي تحبه. انت فقيره؟ تصدقي ان اول مره الليله اعرف ان ليا عيد ميلاد؟ كان نفسي اقول لك كل سنه وانت طيب وانت واقف على السلم. وايه اللي خلاكي ما قلتليش؟ ما كنتش لسه الفقيره ولا انت الغني اللي بيدور عليها. سعيد. دخيلك يا امي. اخي عزري اخي عزري دخيلك يا الله دخيلك يا امي. اي يا ويلي اي يا رجلي اي يا رجلي اي يا رجلي اي يا رجلي اخي يا خالتي اي يا رجلي اي يا رجلي يا رجلي. سلامتك يا حياتي. يا روحي. يا سلام، اهو تستاهل بوس على دي. عايزة تقولي ايه؟ هو صحيح لذيذ وشكله حلو، لكن لما بتجيله الحالة يبقى يا لطيف يا لطيف. انا غايته صعبان عليا بس، وبفكر ازاي اقدر اساعده بس. انما انا شايفة ايه؟ لا هو كده خلاص. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة. أي يا ويلي يا ويلي بتوجعك يا حبيبي. هتموتني مرسورة. انا بقى هعالجها لك. واحد اثنين ثلاثة. هتقوم ولا اكسرها لك؟ هقوم. طب يلا. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. امسك يا احمد لما اطمن على منى. مين اللي مع منى ده؟ اكرام. يعني مين؟ واحد صاحب المسرح اللي هنشتغل عنده. 2 صاحب اتقل دم في الوسط الفني. 3 لازق لمنى زي الوطواط. 4 منى بتحبه.
5 لا، مضطرة تجامله عشان المسرح. 6 عن اذنك الحقها لحسن يعكسها. 7 خلي بالك من سعيد بيه. منى ما تتأخري، والمكان مثل ما قلت لك مش بعيد منهم. ولو اني ما احبش اخرج لوحدي، لكن اوعدك اني حاجي. كنت بحب انا اجي وسطك، لكن حتى نمنع القيل والقال قلت عليها. اوكي. على فين يا سعيد بيه؟ بيع. مش انت صاحب القصر؟ وعرفت منين؟ امال انا بقى ايه؟ قول لي انا بقى ايه؟ فقير. فقير؟ وايه كمان؟ مفلس. وايه كمان؟ معقد. معقد؟ ليه؟ لانك لما انفلست بعت القصر. بعته لمين؟ إلي. أنا اللي اشتريته وأنا اللي عم أصرف عليك. لا كتر خيرك، ابن قصر. عفوا، لا شكر على واجب. خيرك سيبي. خليك هنا، انا عايزك. منى عارفه الكلام اللي قلته لي؟ أنا سألت له اني فقير ومفلس ومعقد. مش بس منى عارفة، كل الفرقة عارفة كده. طب تعرف لو قلت لأي مخلوق بعد كده ان انا صاحب القصر هموتك. اوعى تقول لأي مخلوق حتى لو انا اللي طلبت منك، فاهم؟ فاهم. من اليوم لغاية ما اموت ما راح اقول لحدا انه انت صاحب القصر. دبر لي ميعاد مع منى على انفراد. بنفس الطريقة الشمبانيا والشموع والكاسين بدقوا ببعض. لا ده نوع جديد خالص. بأمرك سأتدبر الأمر أنا وتابعي مسعود. يلا مع السلامة. الله، مالك؟ الاستاذ اكرام افندي طالب ميعاد. وانت عايزه تقابليه؟ انا ما احبش اقابل غير الناس اللطاف اللي زيك. الله يخليكي. الله، هو سعيد بيخف؟ طبعا، هو ده المرض يقدر عليه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلم. ولك تقبسيني أبش. ايه اللي خلاك تيجي دلوقتي تقطع عليا خلوتي واحنا في عز الكلام؟ اديك هربتها. اسمع مني ما تتعب حالك، في غيرك بيحبك. مين؟ سيدك وتاج راسك أحمد بيت اللي خيره عليه. ما عنده ستات مليانة الدنيا، ملقاش غير دي منى حبيبتي اللي قلبي دقلها. بيظهر أحمد بيت المرة دي ناوي على الجد، وأنا شايف لك البنت منى مندمج معه شوي. أنت مش قلت لي إنها بتحبني أنا؟ يا خيي قلت لك هيك، بس نحن مين اللي عايشين بعزه؟ أحمد بيه. مين اللي عايشين من خيره؟ أحمد بيه. مين اللي أحسن منك؟ أحمد بيه. يا أحمد بيه طالب إنك تدبر روندوفو مع منى. أنا؟ صحيح يا لكسوة القطر، بس هذا يلي صار. ليك قبل ما امشي بدي اقول لك امر خطير. لسه في اخطر من كده؟ معلوم. احمد بيك طالب مني اني شخصيا مثل دور صاحب القصر وهو يمثل دور الخادم، وحلفني بقبر امي وابي واسلاف يلي خلفوني ما افشي السر لحدين. فهمت؟ فهمت كل حاجة. يا بوليس، يا حكومة، يا بوليس. يا ساتر يا رب، سليم ان شاء الله. حضرتك دكتور؟ لا. عجلاتي؟ لا.
امال ازاي تقول سليمه وانا والبسكليتة مكسورين؟ يا بوليس يا حكومه. يا اخي طول بالك شوي، امال معروف بلا بهدلي. انا عندي ميعاد مهم. هو انا اعمل لك ايه؟ انا كمان عايز اطلع الجبل عشان الحق امي قبل ما تخلف. بس يا بوليس. انت وين بدك تروح؟ قريب من هنا. تعال انا بوصلك. طب شيل العجله الاول وبعدين تعالى شيلني. حاضر. وبلاش البوليس وبلاش الحكومه. أستاذ أحمد. اهلا. مش معقول، بتعمل إيه هنا؟ بشم هوا. لوحدك؟ ايوه وانتي؟ المفروض إن صاحب المسرح اللي هنشتغل عليه كان يجي يقابلني هنا، بس معرفش إيه اللي أخره. طيب امشي انا، يمكن وجودي يضايقك. لا أرجوك خليك، أنا مبسوطة إني شفتك، وبيني وبينك مش عايزة أقابله لوحدي. انت يا دلو عمك. ايه يا بوليس؟ ايه يا حكومه؟ بكسرنا ساعه ماشيين بالشارع على المال واخر. انا اعمل لك ايه اذا كنت ساكن في حته بعيده؟ الموعد اللي مرتبه من سنه وعائد عليك كل املي ضاع مني بسببك. والله اذا ما كانش عاجبك نقف عند اي اسم بوليس، يجي دكتور يكشف عليا وخبير يكشف على البسكليت. ايه سكر تمك. بتفكر في إيه يا أحمد؟ امبارح بالليل اكتشفت نفسي وعرفت الحقيقه اللي كان بيخبيها عقلي طول عمري. يعني عرفت إنك فقير زينا وإن القصر مش قصرك؟ ايوه. مبروك يا أحمد، أجمل شيء في الحياة إن الإنسان يلاقي نفسه. بس هعمل ايه دلوقتي؟ هعيش ازاي؟ ولا يهمك، كلنا بنبتدي من الصفر. ربنا خلق لنا الطموح عشان ما نفقدش الأمل. بس هشتغل ايه؟ مش مهم تشتغل ايه، المهم انك تنوي على الشغل. اوعدك من بكره هدور على شغل. انت يا حبوب رقوم. يا بوليس. يا حكومه هنوصل للشام وبعد ما وصلنا لبيت امك. تعرف لو امي خلفت قبل ما اوصل هوديك في داهيه. ايه في ايه؟ مبسوط؟ انتزعت العربيه. قوم تفوش. تفوش؟ تفوش يعني ايه؟ يعني زق. ازق؟ ولك قوم. ازق؟ لقيت الوظيفه. فين؟ عند سعيد بيه، الانسان الوحيد اللي عطف عليا واستحملني طول عمري. احسن فكرة. تعبت؟ بالعكس ده شغل لذيذ جدا. الحمد لله اللي قابلتني صدفة النهاردة، وإلا كنت فضلت فاكر نفسك مليونير. في الحقيقه منى ما كانتش صدفه. ازاي؟ انا اللي طلبت من مسعود يعطل اكرام عشان اقدر اشوفك. يعني كنت عايز تقابلني لوحدي؟ ايوه. ليه؟ ياما.
يا رجلي. لا مؤاخذة يا فندم، ما كنتش عارف ان سعادتك هنا. من النهارده مفيش سعادته، في احمد وبس. ها؟ قصدك ايه؟ ربنا خد بيده خلاص. هنهرب من الحقيقه لحد امتى يا مسعود يا اخويا؟ لا يا شيخ. طبعا ايه؟ كل شيء وله نهايه. يا رجلي، الله يوجع قلبك يا اكرام. مالك يا مسعود؟ عمل لك ايه اكرام؟ اديته بومبه زحلقته 1,000,000 كيلو، اداني هو بومبتين رجعني ماشي. احمد هات ميه سخنه وملح في تشت. حاضر. عندك الميه على النار. لا ما يصحش يا انسه منى، مش معقول. ما يصحش ما يصحش كده انسه منى. ما يصحش احمد بيك، ما في حدا هلا هون. خليك زي ما انت. اقعد يا مسعود. اجيب لك الفطار؟ طمني وين وصلت مع منى؟ ماشي الحال. تسمح لي اعطيت رايي؟ اتفضل. انا فكري لو بتنهي هالموضوع وبتتكل على الله وبتتجوز، ولا شو رايك يا مسعود؟ معلوم، الجواز نص الدين. طيب اعزم الفرقه النهارده على اليخت بتاعك. اليخت بتاعي؟ انا عندي دخل من اليخت يا حسران. اليخت بتاعك يا مليونير. الحمد لله. مين كان يقول ان اخينا يعقل؟ ده احسن عمل انساني عملناه. واكرام افندي هنعمل بيه ايه؟ لازم نتصل بيه. انت اللي تتصل بيه. صباح الخير. صباح النور. نظف لي عدرس، نظف لي. نظف لي هيدا انضف ده؟ اتفضل. اتفضل. آنساتي وسادتي، يسرني ويشرفني أن أدعوكم اليوم بنزهة باليخت تبعي في عرض البحر. حلو عرض البحر ما هيك؟ شكرا ايها الاخوه على هذا الاستقبال الحافل. انا اسف لاني اتاخرت على موعدك امبارح. بالمناسبه الحلوه هاي اسمحوا لي اعلن لكم اني حسلمكم المسرح خلال يومين. شكرا اكرام بيه، شكرا. لكن على شرط بحب ابحث التفاصيل مع الانسه منى. تفاصيل ايه وبتاع يا اخي انت؟ ولد، من امتى بتحسب حضور سيدك؟ عفوا اكرام بيه، بنتي فيه معزوم على اليخت تبعي. طبعا وهونيت بنبحث بالتفاصيل. يا اعمى فتح عيونك. اسف جدا يا فندم، اتفضل معايا على الكابينه اقلعها وانا انضفها لك. اتفضل.
خليك عندك خليك عندك. برافو. انت هون نظيفين يا شيخة ليه انت؟ انت هون نظيف لي عايز اخرج. اوعى تخرج لحسن بعدين تاخد برد. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. لو شاب فقير زي حالاتي حب يتجوز بنت حلوه زي حالاتك، يا ترى توافق؟ ممكن اسألك سؤال؟ مليون سؤال. لا قدر الله لو حصل وافتقرت بتضل تحبيني؟ وليه بس السؤال البايخ ده؟ يا ستي مجنون وبيخرف، جاوبيني وريحيني. ده سؤال ملوش معنى، ده ان اللي زيك بينه وبين الفقر مشوار بعيد. ابدا يا نجوى، بين الفقر والغنى شعره. انا مش فاهمه ايه اللي عاجبك في سيره الفقر دي؟ يعني مش هتبصي؟ انا مش قادره افهمك ابدا. ريحي يا حالي، ما في حدا بالعالم فهم نفسه. نقول لهم دلوقتي احسن. بس في حاجه لازم تعرفيها قبل ما تقولها. حاجه ايه؟ اليخت ده بتاعي، ايه؟ والقصر والمصانع وكل حاجه. احمد وسعيد ومسعود موظفين عندي. ليه كده يا احمد؟ ما كنت كويس. الحقوني يا جماعه، احمد رجعت له الحاله تاني. يا ستر يا رب. اللي انت فاكراه خيال هو الحقيقه، انا مليونير فعلا. هي الغزاله رجعت لك تاني؟ انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ الله ليه؟ عاقل زيني صحيح. اخرس انت لارميك البحر. مسكين، لو كنت عاقل مثلك كنت عرفت كيف حكيتك حسب عقلك. يا اخي اما انك مجنون صحيح. تقدر تقول لنا هنجيب مسرح منين؟ ولا يهمكم، هجيب لكم اكبر مسرح في البلد. لا بقى، هو جناك هيشتغل علينا احنا كمان؟ سعيد قول لهم اليخت ده بتاع مين. طيب يا سيدي حل، هيدا اليخت بتاعي انا. بتاعك ازاي؟ قول الحقيقه ما تخافش. والقصر والمصانع بتوع مين؟ هقول الحقيقه بتوعي انا. مسعود تعال. قول للانسه منى انا ابقى مين. احمد بيه. تعال قول لها بقى اليخت والمصانع والقصر بتوع مين. اقول قول. اقول ايوه قول. بتوع سعيد بيه. طب روح. انا بقى هعرف اثبت لك ازاي كل حاجه بتاعت مين. استناني شوي. طيب مع الامر انا وياك والله لا طب عمرك انا يا اتفضلي اقري دول وهتعرفي الحقيقه بنفسك. اقري انت كمان. ده اليخت بتاعه صحيح.
والقصر إله والمصانع إله. امال انت تبقى ايه؟ إله يعني ايه؟ مجرد تبير الخدم. ما قلتلك بين الفقر والغنى شعرة، ما صدقتنيش. سيب القصر والخدمة فيه وتعال اشتغل معانا. قلبي ما بيطاوعني، ما بيطاوعني. أحمد بيت هيدا مثل خي. ايوه بس انا دلوقتي بترجيتي مدحتي. الله يوفقك خاطر. سعيد مسعود افندم، اعملوا اللازم للمسرح اللي اشتريناه. مشروع الفرقه بيهمني زي كل المشاريع بتوعي، لازم ينجح. تحت امرك، بس بترجع على طول. يعني شهر عسل وبس. بس يا اخي قال على احتياج. ما بتفرق، يعني شهر عسل وبس. ايه؟ نشوف وشكم بخير. مع السلامة. الله يسلمك. باي باي. باي.